خلاص بقى عندي كائن حي معايا في البيت شبهنا زي اي حد فينا اللي هو محتاج ياكل 3 وجبات رئيسيه في اليوم و2 سناك. البيبي اقل من 6 شهور مش محتاج ميه، الامهات للاسف بتبقى مجبوره ان هي تعمل كده، بالذات الامهات العامله. ربع كوبايه ينسون كده ممنوعه تماما بعد 6 شهور لحد سنه. ادخله اتليست مثلا 3 4 وجبات في اليوم. لازم الام تكون واعيه قوي لمده صلاحيه اللبن في الثلاجه، لمده صلاحيه اللبن بره الثلاجه، ولمده صلاحيه اللبن في الفريزر. اجرب نوع الخضار ده اديله منه اخري معلقتين. يعني الطفل بتاعي بيعاني من ارتجاع او الحاجات دي، بنختار له نوع لبن صناعي مكتوب عليه انتي ريفلكس او مضاد للارتجاع. كل دي حاجات تبين لي ان انا نوع اللبن اللي بديه لابني دلوقتي هو نوع مش مناسب ليه، ولازم ان انا اراجع طبيب الاطفال بتاعي. يا دكتور، انا لسه والده من يومين ومش عارفه اعمل ايه. البيبي جعان طول الوقت وانا برضو مش عارف جسمي يطلع لبن، فازاي احدد له الجرعه اللي هو محتاجها؟ طيب احنا عشان ما يحصلش للطفل كونفيوجن او يبقى متلخبط بين لبن الام والرضاعه الطبيعيه والرضاعه الصناعي والكلام ده كله، لازم ان انا الاول ابدا بالرضاعه الطبيعيه عشان الطفل يبدا يتعلم ان هو يرضع كويس ويبدا يتعلم الطريقه الصحيحه ان هو يرضع بيها. لكن لو الطفل بتاعي حسيت ان هو مش بيشبع، حسيت ان انا لبني قليل بعد ما رحت لاستشاره رضاعه طبيعيه وقالت لي ان انا فعلا لبني قليل او ان انا محتاجه ادخل لبن صناعي، ابدا بقى ان انا ادخله بطريقه ان انا مثلا ابدا ان انا اشفط اللبن بتاعي اللبن الطبيعي، ما ادخلش صناعي على طول. ابدا ان انا استخدم البامب بتاع اللبن، ابدا ان انا احفظ اللبن بتاعي بطريقه صح، اللي هو احطه في الاكياس بتاعته المعقمه اللي بتيجي مع الجهاز بتاع البامب، وابدا ان انا احطه له في الثلاجه او في الفريزر. لازم الام تكون واعيه قوي لمده صلاحيه اللبن في الثلاجه، لمده صلاحيه اللبن بره الثلاجه، ولمده صلاحيه اللبن في الفريزر. بس التشفيط من الحاجات الحلوه قوي اللي بتزود اللبن الطبيعي. والام يعني كتير قوي امهات بتتفاجئ ان انا ما كنتش اعرف ان انا عندي لبن كده، او ما كنتش اعرف ان انا البيبي بتاعي هيشبع كده لو كنت استخدمت البامب. اخر اوبشن بقى خالص بلجأ له هو الرضاعه الصناعي، طبعا لو حالتي مستدعيه والدكتور بتاعي قال لي كده. ازاي نعرف ان البيبي بياخد كفايته من اللبن؟ طيب في كذا علامه كده لازم نراقبها في البيبي بتاعي علشان اعرف ان هو بيشبع كويس. اول حاجه على الاقل لازم يكون في 6 حفاضات مبلوله طول اليوم. لازم يكون البيبي بتاعي هو اللي بيسيب الثدي او هو اللي بيسيب الببرونه. يكون بينام نوم طويل متواصل، ده دليل ان هو شبعان. وبيكون يعني موده كويس وبيضحك وبيهزر، مش دايما مقريف ودايما زعلان والكلام ده. حاجات بقى هتعرفني ان البيبي بتاعي مش شبعان، ان هو يكون الحفاضات بتاعته اقل من 6 حفاضات في اليوم مبلوله، ان هو يكون بيصرخ وبيعيط باستمرار، او ان هو يكون دايما موده مش كويس ومتضايق وبطنه فيها غازات والكلام ده ممكن يكون ده. او ان هو دايما يكون بعد ما بياخد الببرونه او بياخد لبن الام بيبقى دايما بيعيط، او الكلام ده كل ده انديكيشن ان هو البيبي ده مش شبعان. يعني ان احنا نعمل ميكس بين الببرونه وبين ثدي الام ده بيعمل كونفيوجن شويه للطفل، لكن مع الوقت الطفل بيتعود عليه. في امهات للاسف بتبقى مجبوره ان هي تعمل كده، بالذات الامهات العامله. هي مثلا بتشفط لبن بالنهار فبتعين البيبي بتاعها في ببرونات مثلا في الثلاجه، واللي موجود في البيت يبدا ان هو يديله الببرونات دي عادي، وبالليل تبدا ترضعه بقى عادي سكين تو سكين. فده ما فيش منه مشكله بما ان ده لبن الام وده لبن الام. في اطفال اهم حاجه الطفل يتعود، هي مرحله التعود دي بس، ان انا اعرف ان انا اخليه يبقى في ميكس بين الاثنين. لكن في اطفال للاسف الشديد بترفض قوي بقى بعد ما تتعود على الببرونه لفتره طويله، خصوصا لو مامته بتسيبه فترات طويله، فيجي مثلا لما يجي يرضع بقى بالليل من ثدي الام يرفض تماما بقى ثدي الام، يبقى مش عايز ان هو يرضع رضاعه طبيعيه. فاحنا دي تبقى بنحاول مرحله نعود الطفل عليها بالظبط، هو بيبي لسه صغير، فاي حاجه بنعوده عليها هيتعود عليها من دلوقتي. هنبدا ان احنا ناخد شويه ببرونه وشويه، بما ان الاثنين لبن الام فمفيش منه مشكله خالص. ازاي اختار نوع اللبن الصناعي المناسب للطفل؟ طيب لازم اكون عارفه يا هاجر ان انا لما باجي اختار لبن صناعي للبيبي بتاعي ان هو يكون مش كل لبن مكتوب عليه صالح الاطفال ينفع للطفل بتاعي، لا في انواع مختلفه كتير قوي على حسب البيبي ده سليم ما عندوش اي حاجه مفيش مشكله، ممكن نديله نوع اللبن اللي الدكتور بتاعنا قال لنا عليه. لو الطفل بتاعي بيعاني من ارتجاع او الحاجات دي بنختار له نوع لبن صناعي مكتوب عليه انتي ريفلكس او مضاد للارتجاع. لو البيبي بتاعي عنده غازات بختار له برده نوع معين بيبقى منخفض اللاكتوز. لو البيبي بتاعي عنده حساسيه من اللاكتوز بختار له نوع اسمه LF او لاكتوز فري. لازم كل الحاجات دي اللي بيحددها طبيب الاطفال بتاعي على حسب الحاله الصحيه للبيبي بتاعي. امتى اعرف ان الطفل عنده حساسيه من اللبن الصناعي؟ لما البيبي بتاعي يكون عنده طفح جلدي، يبقى عنده حساسيه، يبقى دايما بيصرخ، بيبقى دايما مثلا عنده غازات وانتفاخات باستمرار، بيبقى عنده امساك او اسهال. كل دي حاجات تبين لي ان انا نوع اللبن اللي بديه لابني دلوقتي هو نوع مش مناسب ليه، ولازم ان انا اراجع طبيب الاطفال بتاعي. طب هل الاعشاب الطبيعيه امنه للبيبي الصغير برضو؟
الاعشاب الطبيعيه على حسب، لو انا لو اديته مثلا عارفه اقل من 6 شهور، لو اديته ربع كوبايه ينسون كده مثلا مقدار سرنجتين او حاجه ما عنديش مشكله. لكن لو انا بديله ينسون مركز، بديله بابونج، بديله اي نوع تانية من عند الاعشاب، من عند العطار، اعشاب مجهوله المصدر، الحاجات دي غلط تماما، ما ينفعش ان احنا نديها له. احنا اخرنا ينسون مثلا بنسبه قليله قوي، يكون مخفف كمان عشان يقلل عنده من المغص والغازات والانتفاخات والكلام ده كله. انا اقدر اشرب البيبي الصغير حديث الولاده عصير؟ ممنوع طبعا منعا باتا العصاير، انا اصلا ضد العصاير ايفن للكبار، فما بالك بقى للاطفال. ليه بقى؟ البنكرياس بتاعه صغير جدا، ما يستحملش خالص كميه السكر اللي انا باخدها من العصير. هتقولي يا دكتور ده انا بعمل له عصير طبيعي بيور، يا دوب بعصر الفاكهه وبديها له على طول، ستيل فيها سكر الفركتوز اللي هو موجود في الفاكهه اصلا، ففي الاخر انت بتدي للبيبي كوبايه ميه بسكر، فده طبعا مش مقبول تماما لطفل اقل من 6 شهور ولا فوق ال6 شهور. والله يعني انا ضد العصاير تماما. هل الميه مفيده للبيبي اللي اقل من 6 شهور؟ البيبي اقل من 6 شهور مش محتاج ميه، هو بياخد كل الاحتياجات بتاعته من لبن الام، بالعكس هي ممكن تسبب له غازات وانتفاخات، وممكن تقلل كمان من امتصاص اللبن لو اديتها له قبل 6 شهور. هل اللبن الصناعي يفضل مستمر بعد 6 شهور؟ لو الام بترضع صناعي بس طبعا يفضل مستمر. انا هدخله اكل عادي جدا، وهدخله اتليست مثلا 3 4 وجبات في اليوم، لكن هبقى حريصه ان برضو الطفل هيبقى لسه رضيع، فمحتاج ياخد طبعا اللبن. لو الام مش بترضع طبيعي فلازم طبعا اللبن الصناعي يستمر معانا لحد السنه. هل الطفل محتاج حاجه غير لبن الام في اول 6 شهور؟ لا طبعا البيبي في اول 6 شهور بيبقى محتاج بس لبن الام، او لو بياخد لبن فورمولا ممكن ياخد لبن الصناعي، ممكن ياخد لبن صناعي، بس يكون يعني بس لبن الام هو اللي محتاجه الفتره دي، ما نحاولش بقى ان احنا ندخل اي حاجه تانية. هل الزبادي يا دكتور والجبنه مناسبين للسن ده؟ الزبادي من الحاجات الحلوه قوي، زي ما قلنا ان هو فيه بروبايوتيك بكتيريا نافعه، فالبيبي بتاعي محتاجها، فممكن اديها له مفيش مشكله خالص كوجبه مثلا مع شوفان مطبوخ، مع بليله، مع اي يعني عارفه، مع مثلا رز مهروس، ممكن اديله الزبادي زي ما هو كده، او اديله مثلا مع شوفان مطبوخ او مع بليله او كده، هيبقى وجبه صحيه متكامله، بشرط ان هو ما يكونش فيه اي نكهه من المنكهات اللي بره، ولا بقى بالفراوله ولا بالتوت ولا بالكلام ده كله. زبادي بيور زي ما هو، ما احطش عليه ولا سكر ولا عسل. لكن الجبن لا ممنوعه، ممكن نديله جبنه قريش مفيش مشكله، لكن جبنه بقى مثلثات، جبنه معرفش مطبوخه، جبنه صفراء، ممنوعه تماما بعد 6 شهور لحد السنه. وهي اصلا كمان لو هي من نوع نباتي الدهن مش حاجه حيواني الدهن، فهي ممنوعه اصلا حتى بعد السنه. هل اللبن كفايه بعد السنه الاولى؟ لا خلاص، انا بعد السنه الاولى دي انا بقى عندي طفل بالغ. عارفين دايما بقول كلمه انا خلاص بقى عندي كائن حي معايا في البيت، شبهنا زي اي حد فينا اللي هو محتاج ياكل 3 وجبات رئيسيه في اليوم و2 سناك. فانا الطفل بتاعي ده ما ينفعش ان انا بعد خلاص هو فتره الرضاعه وفتره البناء بتاعته اللي انا كنت محتاجاه خلاص انا اديتها له، لازم ياخد 3 وجبات رئيسيه في اليوم. اهتم قوي ان انا اديله وجبه فطار، وجبه غدا، وجبه عشاء، ووجبتين مثلا زي سناكس كده في اليوم. طبعا مش هاكل كميه البروتين بتاعتنا، بيبقى على حسب الوزن بتاعه والطول بتاعه والحاجات دي، بنحسب كميه البروتين اللي هو محتاجها، لكن طبعا ان هو يعيش على اللبن لا طبعا ده غلط. لو ابني عدى ال6 شهور، ازاي ابدا ادخل الاكل الصلب تدريجي، وايه الاكلات اللي ابدا بيها؟ بعد 6 شهور لازم نكون عارفين ان الاكل بعد البيبي ما يبدا ياكل دي مش معركه بقى، عشان دي بتبقى خناقه كبيره قوي في البيت، وابني ما بياكلش غير هما معلقتين، وبنحس ان الام كده ايه داخله حرب، داخله اللي هو هتخلص طبقك يعني هتخلص طبق. احنا مرحله بعد 6 شهور دي بتبقى تجربه حسيه. عارفه يعني ايه تجربه حسيه؟ يعني البيبي بيبدا يتعرف على انواع الاكل، بيبدا يتعرف على القوام بتاع الاكل، التكتشر بتاعه، الريحه بتاعته، الكلام ده كله، فمهم ان انا ادوقه بس. فممكن ان انا ابدا معاه ازاي بعد 6 شهور يا هاجر؟ ان انا مثلا ابدا اخد له نوع خضار معين، ابدا ان انا اجرب نوع الخضار ده، اديله منه اخري معلقتين، يعني معلقتين ده هيبقى حاجه حلوه قوي. اجرب مثلا المعلقتين دول مده 3 ايام او 4 ايام، خلاص اجرب كمان نوع خضار تاني، اجرب مثلا نوع خضار ثالث، وابدا ان انا برضو ادخل الفاكهه. ودايما نبدا بالخضار الاول والشوفان المطبوخ والكلام ده كله، وبعدين ادخل الفاكهه في اخر حاجه، برضو علشان اعمل له تيست للحساسيه بتاعته. اجرب كل نوع اتليست 3 ايام علشان اتاكد ان انا البيبي بتاعي ما عندوش حساسيه منه.